السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. أنا حبيت النهاردة أصور جنب فانوس رمضان بتاعي، فانوس رمضان الكبير ده ما لقيتش غيره فقلت عشان نعيش الحياة يعني إنه فانوس رمضان. والله أنا معرفتش أنام قبل ما أصور الفيديو ده بسبب إن أنا حاسس إن أنا اتأخرت في توصيل الرسالة دي عن رمضان للناس. أنا كان نفسي أصور الفيديو ده قبل رمضان، بس للأسف حصلت لي ظروف إن أنا ما قدرتش أصور الفيديو قبل رمضان، وكنتش عايز اتاخر فقلت لا انا لازم اصوره قبل يعني ما انام النهارده. انتوا حاسين يا جماعه احنا فين او احنا امتى؟ احنا في شهر رمضان. انا النهارده مش هتكلم زي ما كل الناس بتتكلم عن شهر رمضان، مش يعني ان انا يعني ان انا بتكلم احسن منهم، لا. انا هتكلم عن نقطه واحده بس النهارده. مش هكلمك بقى عن الخير اللي في رمضان، مش هكلمك عن الحسنات اللي هتاخدها في رمضان، مش هكلمك عن كل ده، لكن هتكلم عن حاجة واحدة بس: الدعاء في رمضان. أنا مش عايز أقولك إن الدعاء في رمضان ممكن يغير حياتك، لا مش ممكن، لا، الدعاء في رمضان هيغير حياتك. طبعا احنا كلنا عارفين إن ربنا لما جه ذكر الآية بتاعت آه، الدعاء قالها في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا بتكلم عن تجربة شخصية، بتكلم عن تجربة حصلت لناس كتير، وبوصي بيها ناس كتير كل سنة. كل سنة يا جماعة، جهزتوا أدعية رمضان؟ خليني أشرح لك الموضوع الأول عن موضوع أدعية رمضان ده. قبل ما كان زمان، من حوالي مثلا 7 سنين، شفت شيخ في التلفزيون، والله حتى مش فاكر اسمه، كان بيقول: حدد لنفسك 4 5 دعوات كل رمضان وصر عليهم طول الشهر، مش هيجي رمضان اللي بعده إلا ويكون ربنا استجاب لك كل الدعوات دي، لو ما كانش كلها أغلبها. هتقول لي يعني الكلام ده صحيح؟ هقول لك فعلا أنا جربت الكلام ده بنفسي. أقسم بالله العظيم سر نجاح أي حاجة في حياتي، أو سر إن ربنا وفقني في أي حاجة في حياتي، هو رمضان. أنا مش عارف أقول لك، يعني أنا عايز أقول لك النهاردة أنا بقوله لك سر، صدقني سر عجيب وعظيم جدا. لو عايز تنجح في حياتك، لو عايز ربنا يوفقك، لو عندك مشروع عايز تنجح فيه، لو عايز تخش الجنة، لو عندك ولاد ونفسك تربيهم كويس، لو فقير، لو عندك مشاكل كتير جدا ومش عارف تحلها، لو عندك حد مريض، لو عندك مشاكل ضخمة انت مش عارف تطلع منها، اقسم لك بالله العظيم ما هيطلعك منها غير رمضان. صدقني ما هيطلعك من المشاكل دي غير رمضان. وعن تجربة شخصية يا جماعة، أنا أعرف ناس والله كانت غرقانة في المشاكل، ما كانش فيه أمل إنه ممكن يطلع من المشاكل دي، لكن بدعوة رمضان تطلعك، تخلص على الموضوع. لكن أنا النهاردة هقولك باختصار عشان مش عايز أطول عليكم إيه اللي تعمله. أنت هتجيب ورقة وقلم، ورقة وقلم. ما تقولش كده ليه، يعني ما تقولش الدعوات في دماغي. ليه؟ لما تكون كاتب الحاجة بإيدك عمرك ما هتنساها، هتشوف الحاجة وهتروح تدعي بيها، هتفضل ثابتة في دماغك مش هتتحرك. هتجيب ورقة وقلم، هتكتب فيها 1 2 3 4 5 اللي انت عايزه. عايز فلوس، عايز ربنا يوفقني في الكلية، عايز اتجوز، نفسي ربنا يحسن خلقي، نفسي في اي حاجة اللي انت عايزه، طبعا ما عدا انك تدعي بحاجة ربنا فيها معصية. واكتب الحاجات دي، وكل يوم اللي يريحك. عندك طريقتين: يا إما تدعي بال4 5 دعوات دول كل يوم في كل صلاة مثلا ساعة الفطار، يا إما تركز على دعوة واحدة كل يوم. وأنا رأيي إنك تركز على دعوة واحدة كل يوم. بس إيه يعني، يا ريت يا جماعة، أنا عايز منكم خدمة، أرجوك بلاش وأنت جاي تدعي، يعني أنت صايم طول اليوم وتيجي قبل المغرب كده وهي الناس قاعدة على الفطار بتاعه: يا رب 1,000,000 جنيه. لا، ما ينفعش. ما ينفعش تدعي ربنا كده. أنا هقول لك على سر خطير جدا، لو أنت عملته صدقني ربنا هيستجيب دعائك.
لو قدرت إن أنت تروح أقرب مسجد ليك قبل ما المغرب ما يدن بنص ساعة، بتلت ساعة، واقعد كده في المسجد على جنب، وارفع إيدك واقعد اثني على الله، واقعد قول له يا رب، يا رب، يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب، يا رب، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر، واثني على الله باللي ربنا يفتح لك عليك بيه. قول اللي انت عايزه، صلي على الرسول وابدأ وادعي ربنا وغمض عينيك واقعد ادعي ربنا، ادعي ربنا. أول لما انت تبكي وتحس إن أنت قريب من ربنا أوي، صدقني دعائك هيستجاب. أول لما أقسم لك بالله، أول لما المغرب يدن عليك وأنت بتدعي يا رب، يا رب، الدعاء هيستجاب. أقسم لك بالله العظيم عن تجربة شخصية، والله العظيم ما في حد قلت له يعمل الموضوع ده غير لما ربنا استجاب له. أقسم بالله العظيم. خلصت، جينا احنا في وقت المغرب. طبعا الدعاء في ساعة الفطار لا يرد. في حديث بيقول للصائم عند فطره دعوة لا ترد، مش هترد دعوتك، لا ترد. لكن في 4 شروط للدعاء. أولا إن ما يكونش مالك من حرام. لو مالك من حرام دعائك لن يستجاب. الشيء الوحيد اللي بيمنع الإنسان إن دعائه يستجاب إن يكون ماله حرام. يعني في صحابي راح للرسول عليه الصلاة والسلام، أنا لا أتذكر اسمه، قال له يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة. قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني لو فلوسك من حرام مش هتستجاب الدعوة. في حديث ثاني برضو بيقول أكله من حرام وماله من حرام وشربه من حرام ولبسه من حرام ويقول يا رب، يا رب، وأن يستجاب له. مش هيستجاب ليك، ربنا مش هيستجيب لك لأن أكلك من حرام. تاني حاجة، ما تدعيش ربنا بحاجة فيها معصية، يعني يا رب أظبط بنت الجيران ما ينفعش. ما تدعيش ربنا بحاجة فيها معصية. تالت حاجة، تدعي وانت جواك يقين ان ربنا هيستجيب لك الدعاء. ادعي ربنا وانت جواك يقين ان ربنا، ما تقولش دي مستحيلة. اقسم بالله العظيم عن تجربة شخصية، انا كنت بدعي بدعوة وبعد ما خلصت قلت انا ايه اللي كنت، الشيطان جالي طبعا، انا ايه اللي كنت بدعي بيه ده؟ معقولة ربنا يحقق لي الدعوة دي؟ ده انا بعيد عن انها تحقق. سبحان الله، تلف الأيام وتدور، وخلال 4 5 سنين الدعوة دي تحقق، بالرغم إنها كانت يعني تكاد تكون مستحيلة. صر على الدعاء. يبقى خلاص عرفت هتعمل إيه؟ تجهز دعواتك 4 5 دعوات تصر عليهم طول الشهر. تروح قبل صلاة المغرب بنص ساعة وتقعد تدعي 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 لربنا وتتقرب وتصلي على الرسول وتثني على الله، وبعد كده تدعي دعوتك. ساعة ما تنزل إيدك هتحس إن خلاص دعوتك، عايز تعرف دعوتك استجيبت ولا لأ؟ أول لما تحس إن أنت قريب من ربنا وبكيت، اعرف إن دعوتك استجيبت، لن ترد. والله العظيم أقسم بالله لن ترد. ما تنساش كمان الصلاة بالليل. يعني أنت في بيتكم حتى بعد ما تصلي التراويح تطفي النور ركعتين وتقعد تدعي بيهم ربنا، تقعد تدعي ربنا باللي أنت عايزه، ربنا هيستجيب لك. أقسم بالله العظيم ربنا ما هيرد دعوتك في رمضان. اكتب 4 5 دعوات وركز عليهم طول الشهر. أرجوكم يا جماعة، أنا هطلب منكم طلب، انشر الفيديو ده، ابعته لكل الناس، أي حد تعرفه قول له أنا عندي ليك مبروك أنت كسبت. وقف الناس في الشارع قول له مبروك أنت كسبت. يقول لك كسبت إيه؟ قول له الدعاء، قول له موضوع الدعاء اللي أنا قلت لك عليه ده. يا جماعة ده في حديث يعني ركعتي الليل خير من الدنيا وما فيها. الركعتين بالليل خير من الدنيا وما فيها. عمرك فكرت في الحديث ده؟ ليه ركعتين بالليل خير من الدنيا وما فيها؟ أصل أنت لو عايز أي حاجة في الدنيا وصليت ركعتين بالليل ودعيت ربنا، ربنا هيستجيب لك كل دعائك. صدقني، ركعتين الليل دول هم اللي بيحلوا مشاكل. طب تخيل ركعتين الليل دول بقى في رمضان. طب تخيل ركعتين الليل دول في العشر الأواخر. تخيل ركعتين الليل دول في ليلة القدر. رمضان ده هو اللي هيجيب من الآخر معاك. حط في دماغك اصلا انا مستبيع السنه دي، انا هفضل واقف على باب ربنا واخبط وادعي لغايه ما ربنا يستجيب لي، انا مش ماشي. يا جماعه احنا لما بيكون فينا حد عايز حاجه من حد، واحد عنده سلطه او واحد يقدر يخلص لي حاجه، كل شويه تبعت له رساله،
وإزاي حضرتك ومش عارف إيه، تتصل بيه وأنا عايز يعني يا ريت لو حضرتك تقدر تخلص لي الموضوع ده، وتقعد تخبط عليه وتحاول تحاول، وبعض الأحيان تقول أنا هقعد كل شوية أزن عليه عشان يديني. ربنا عايزك تزن عليه، صدقني. الباب الوحيد، لو رحت خبطت على باب أي حد وأنت عايز منه حاجة وفضلت تخبط 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 تخبط، هيفتح الباب، يعني أقرب حاجة في إيده هيخبطك بيها. ده العبد، ربنا لو فضلت تخبط على بابه صدقني رمضان مش هيخلص وهيسيبك تروح كده. أصل أنت هترفع إيدك لربنا وتقول له يا رب أنا واقع في مشكلة أو أنا محتاج حاجة، وهيسيبك؟ والله العظيم ما هيسيبك. أنا بفكر نفسي وبفكركم إن إحنا في رمضان، الدعاء في رمضان. أرجوكم يا جماعة جهز دعواتك وصر على الدعاء طول الشهر. أنا أصريت المرة دي، أنا كل سنة بكتبه إيميل، أصريت المرة دي إن أنا أعمله فيديو عشان أفكر الناس السنة الجاية إن شاء الله. يا ناس يا جماعة كتبتوا الدعوات، دعيتوا ربنا، أنا مش عايز الناس تقول لي أنا دعيت بكذا، أنا عايز الناس تقول لي ربنا استجاب لي دعائي بكذا إن شاء الله. عايزين نعملها سنة حسنة في الناس كلها، سنة الناس غايبة عنها. صدقني رمضان هو اللي هيخلص على كل شيء وحش في حياتك. عايز أي حاجة رمضان هو اللي هيحلها. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ولو في حد عايش في مية البطيخ ومش راضي يدعي ربنا قولوا له مبروك انت كسبت وخليه يدعي ربنا. السلام عليكم.